اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض أحلى وأطعم جلاش باللحمة. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة ومش هياخد معاكم وقت خالص في التحضير، والطعم فعلا حكاية. يلا بقى بينا نشوف هنعمل الجلاش القمر بتاعنا ده ازاي. هنعمل الأول الحشوة. أنا معايا طاسة حطيت فيها معلقة من الزبدة أو السمنة، ومعايا كده حوالي ربع كيلو من اللحمة. طبعا كمية اللحمة اللي انت حباها، بس ربع كيلو على نص كيلو الجلاش بيبقى مظبوط. هديها كده تشويحة مع الزبدة او السمنة، وبعد كده هضيف التوابل. انا معايا فلفل اسمر معلقة صغيرة، ومعلقة صغيرة من الملح. طبعا مش هضيف اي توابل تاني. تشويحة كده مع بعضها كده لمدة حوالي بس دقيقتين 3. وبعد كده هضيف بصلاية كبيرة مبشورة او متقطعة قطع صغيرة. تشويحة كده برضو مع اللحمة. وبعد كده هضيف حوالي كده فصين من الثوم. انا مقطعاهم قطع صغيرة بالشكل ده او مهروس. تشويحة كده برضو. وبعد كده هنزل بقى معايا قطع جبنة نستو. طبعا الجبنة دي اختياري حسب ما انت عايزة، مش عايزة تضيفي برضو طبعا دي حسب راحتك. هنقلب كده الجبنة مع اللحمة لحد ما الجبنة تسيح مع اللحمة. وكده خلاص اللحمة جهزت معانا. هنبدأ بقى نحشي الجلاش. انا معايا صينيه حطيت فيها معلقه سمنه على حبه زيت، ومعايا كده لفه من الجلاش ده حوالي نص كيلو من الجلاش. انا هعمل 3 ورقات. هدهن كده الجلاش بالسمنه. انا معايا حوالي 3 معالق من السمنه او الزبده. هدهن هنا كده الورق بالشكل ده. بعد كده هضيف اللحمه. هوسع كده اللحمه على طرف الجلاش، طبعا من جوه، مش على الطرف قوي عشان اللحمه ما تخرجش منك. وبعد كده هضيف. انا معايا ميكس جبن طبعا ده اختياري برضو. مش حابه تضيفي الجبن برضو ما فيش اي مشكله، طبعا حسب راحتك. وهلف كده الجلاش رول بالشكل ده. وهرصه كده في الصينيه. طبعا ما فيش اسهل من كده، يعني سهل جدا ومش هياخد معاكي وقت خالص. هنعمل كده تاني زي ما عملنا اول مره. هندهن كده الورق بالزبده او السمنه. طبعا الورقه اللي على الوش بس. انا هاخد 3 ورقات مع بعض. وبعد كده هفرد اللحمه وهضيف بقى الميكس الجبن. وهلف كده الجلاش كده رول بالشكل ده. هنعمل بقى الكميه بقى كلها بالشكل ده. وبعد كده هنقطعه. طبعا التقطيعه اللي انت حباها. انا هقطعه بالشكل ده. معايا كوبايه من لبن الحليب. هضيف على كوبايه اللبن معلقه من السمنه او الزبده. طبعا انا كنت ضايفه 3 معالق عشان نفرد. طبعا اتبقى معلقه، فحطيناها على اللبن الحليب. ورشة بسيطة من الفلفل الأسمر، ورشة بسيطة من الملح، ورشة بسيطة من السكر، ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هنقلب المكونات دي كلها مع بعض، وهنسقي بيها الجلاش. الطريقة دي سهلة وهتديكي نتيجة مضمونة، وتبقى معاك الجلاش مورق وفعلا طعمه تحفة.
خلاص دي بقى كله بالشكل ده. وبعد كده ايه هدخله الفرن على درجة حرارة 200 في الرف اللي في النص لحد ما يحمر معانا. طبعا لو ادى لون من تحت بعد نص ساعة هنروح ايه طافيين الفرن وايه مشغلين الشواية، مدي لون من فوق يبقى معانا لون كده ايه ذهبي. ما شاء الله طلع معانا من الفرن وفعلا شكله في منتهى الجمال. طبعا انت لو انت عايزاه الوش مقرمش هتسيبيه كده، لو عايزاه طري هتغطيه اول ما يطلع من الفرن، تغطيه بس ايه ياخد بس من حرارة الفرن ويطرى معاكي. ما شاء الله في منتهى الجمال، تحفة. احلى واطعم جلاش باللحمة عملناه مع بعض، طريقته سهلة وبسيطة ومش هياخد معاكي وقت خالص في التحضير. ما شاء الله معانا الجلاش من جوه مورق بالشكل ده، تحفة في منتهى الجمال. حضريه بايدك وهتاكلي احلى واطعم جلاش باللحمة. جربوه على طريقتي ان شاء الله هيعجبكم. نتقابل ان شاء الله مع فيديو جديد.